السلام عليكم. ميزه الديكور النهارده ان انت ممكن تعمله في كذا مكان وبكذا مقاس، يعني ممكن تعمله في غرفه السفره او غرفه الطعام، وممكن تعمله كمان في غرفه الجلوس او غرفه الضيوف، ومش هتصدق ان انت ممكن تعمله في غرفه النوم. هل الديكور بتاع النهارده ده مكلف؟ افاجئك واقول لك ان ديكور النهارده مش هتكلف منك يمكن غير 200 جنيه فقط. ازاي الكلام ده؟ يلا نشوف. في البدايه هناخد دهان ذهبي وهنضيف شوية مية وهندهن وجه تاني. ده يا جماعة 4 وشاش يعني عشان يغطي. هنبدأ ندخل على الخطوة اللي جاية. أنا معي هنا قطيفة أرخص نوع. القصة دي لها مميزات في الديكور بتاع النهارده إن قوامها سميك. بعد كده هناخد مركزات ألوان باللون الأسود وهنبدأ نضيف مركز الألوان. نضيف شوية بني مع الأسود. هنبدأ ناخد من القطيفة اللي احنا عملناها في البداية. هنبدأ يا جماعة ناخد نفس المعجون اللي احنا اشتغلنا بيه اللي هو القطيفة، تمام بالشكل ده، وهنبدأ نطمس بعض الأشكال. هنبدأ نعمل الأشكال بتاعتنا بزاوية 45. بعد كده يا جماعة بنفس المال اللي احنا اشتغلنا بيه وهنبدأ نعمل الحركات اللي حضراتكم شايفينها دي. هنبدأ ناخد الأداة البلاستيكية دي اللي هي المعالج البلاستيك بتاع القطيفة وهنبدأ ندعك بحيث ندمج الشكل كله في بعضه. هناخد قطيفة لون أفتح شوية يا جماعة، يعني هو مش فاتح خالص ولكن أفتح شوية من اللون اللي احنا عملناه، تمام؟ وهنبدأ نحط اللون الفاتح في بعض المناطق كده.
كده يا جماعه تكون اللوحه بتاعتنا جاهزه تتعلق في المكان اللي انت عايزه، زي ما قلنا في اول الفيديو تتعلق في كذا مكان، تعمل بكذا مساحه دي 120 في 160. تمام. ممكن تعملها اقل، ممكن تعملها اكبر، ممكن تعملها على قماش، ممكن تعملها على خشب زي كده. تمام. اتمنى يكون المشروع بتاع النهارده، الديكور بتاع النهارده عجبكم. متنسوش تعملوا لايك وشير، لو ما اشتركتش في القناه اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس. اشوف حضراتكم على خير ان شاء الله في دروس قادمه وافكار قادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.